Maroc n'a pas l'obligation, n'a pas la vocation d'être le gendarme de l'Europe ni son concierge. Le Maroc le fait dans le cadre d'un partenariat bien compris entre le Maroc et l'Espagne, entre le Maroc et l'Europe. بلا شك في هذا الايام غادي تكون تصادفتي مع الفيديو ديال التصريح ديال وزير الخارجيه ناصر بوريطه اللي كيهضر فيه على هذه الازمه اللي واقعه بين المغرب واسبانيا او سبته ومليليا على الخصوص. فيديو اللي دخل في نفس السياق ديال الاحداث اللي واقعه هذه الايام والتدفق الكبير ديال المهاجرين من المغرب لسبته ومليليا، ولكن اجي نتفقوا على واحد الحاجه، هو ان هذا الفيديو قديم وفي 2021. ففي هذيك الفتره بالضبط كانت العلاقات المغربيه الاسبانيه في قمه التوتر بسبب القضيه ديال الدخول ديال ابراهيم غالي اسبانيا باسبور اللي مزور، وهادشي هو اللي كانت تبعته الاحداث ديال التدفق الكبير ديال المهاجرين من المغرب لسبته. دونك في هذيك الظروف اللي كانت صعيبه، ازمه دبلوماسيه، خرج الوزير الخارجيه ناصر بوريطه كيحدد السرعه الاوروبيين والاسبانيين والفرنسيين وكل شيء في تصريح مع قناه ال سي الفرنسيه، حطوا معاهم النقط على الحروف فين كان قال لهم بانه المغرب ماشي مسؤول على انه يحضر لكم الحدود ديالكم، واذا كان هذا الشيء كيتدار فهو كيتدار عن طريق شراكه وهي ماشي حوايج اللي مفروضه علينا. واليوم هذا الفيديو كيتبارطاج على اساس انه جديد بحكم ان الناس ما كتقلبش بزاف وكاين اللي ما متبعش الاحداث السياسيه والجيوبوليتيك. فاللي خاصنا نفهموه كاملين هو انه الحكومه الحاليه مازال ما خرجت لحد الان بحتى شي تصريح او لا موقف رسمي بخصوص هذا الشيء اللي واقع. الناطق الرسمي باسم الحكومه ما خرج بحتى شي بلاغ، وزاره الخارجيه كذلك ما صدرت حتى شي بيان، كذلك المؤسسات الرسميه كتعامل ببروده لان هذه الوقيته حساسه بزاف وهي سنه انتخابيه اولا، وديما الا لاحظنا بانه هذا المشكل كان وقع عاوتاني في 2021 في سنه انتخابيه، دونك كتشم ريحه الاستهداف وريحه المؤامره. والمغرب ما خاصوش يتجر لواحد الازمه ولا واحد الحرب اللي اعلام والردود اللي كتكون انفعاليه. فالترويج ديال التصريح قديم في 2021 في السوشيال ميديا حاليا والناس تفاعلت معاه على اساس انه جديد، كيدل على ان السوشيال ميديا قادره انها تضلل الشعب وتروج اخبار اللي قديمه او لا زائفه على اساس انها هي اللي كاين. وهنا غادي ندوزو للمحور الثالث اللي هو اهم واحد، اللي هو الفيك نيوز والتجيش الرقمي او الذباب الالكتروني اللي كيقدر يخلق ازمات. فاول نقطه هو انه الترويج ديال بيان او لا تصريح قديم اللي كان في واحد الوقيته ديال ازمه دبلوماسيه على اساس انه هو اللي واقع دابا كيبين العكس ديال العلاقات الرسميه والحقيقيه اللي كاينه دابا ما بين اسبانيا والمغرب، اللي هي كتميز بالشراكه والاستقرار. ثاني حاجه اللي هي الاستغلال ديال العواطف ديال الناس، فديك العناوين بحال ناصر بوريطه يزلزل اسبانيا، شوف كيفاش قصفهم، شوف شنو قال لهم، شوف الهدف منها هو الجمع ديال الالاف ديال اللايكات وليفي. فللاسف شفنا مظاهر اللي خايبه بزاف هذه الايام التاليه، للاسف وقعوا وفيات، تقريبا كاين 100 ديال الناس هذه الساعه اللي كاينين متاكده الوفاه ديالهم الله يرحمهم يا ربي. ناس غرقات، ناس مشى لها رزقها، كاين اللي دابز، كاين اللي تعرض لطعنات، كاين اللي تعداو عليه الناس ديال سبته. شفنا اعتداءات في فيديوهات اللي تشهرت بزاف، امهات اللي محروقين على ولادهم، كاين اللي ما عرفاش ولدها واش وصل ولا ما وصلش، كاين اللي مسكينه وصلها الخبر ديال ان ولدها مات، وكاين اللي هي براسها مشات ريسكات بحياتها. شفنا دابا بس صغيورين ما فايتينش عدد من الاشهر حتى هما في سبته، مظاهر اللي صعيبه بزاف. الله يدير شي تاويل الخير والله يرحم الناس اللي ماتوا.